80% من الناس عارفين الصح بس حياتهم مش بتتغير. ليه؟ عشان المشكلة مش في الفهم، المشكلة في العادات. الفهم لوحده مش بيغير حاجة، المعلومة اللي مش بتطبق عبء مش قوة. عشان كده لازم نحول الفهم ده لعادات. أنا محمد فوزي، وإحنا هنا بنفهم الأفكار العميقة اللي في الكتب، مش بنلخصها ولا بنقراها، إحنا بنحولها لمعلومات نطبقها في حياتنا كل يوم. زي ما قال أرسطو، إحنا مش بنتحدد باللي بنعمله مرة واحدة، بنتحدد باللي بنعمله كل يوم، باللي بنكرره كل يوم. التميز ده عادة مش فعل. أنت مش نتيجة أحسن يوم في حياتك، أنت نتيجة عاداتك اليومية. قرار واحد مش بيغير حياتك، لكن عادة واحدة هي اللي بتغير حياتك. هو ليه التغيير صعب؟ التغيير صعب عشان إحنا عندنا عادات ماشيين عليها طول عمرنا، والعادات دي ليها جاذبية، عاملة زي جاذبية الأرض بالظبط. وده اللي حصل في رحلة أبولو 11 للقمر. الرحلة دي عشان تنطلق بس وتطلع عن الأرض استهلكت أغلب طاقتها في الدقائق الأولى، بس بعد ما انطلقت ما استهلكتش بقى خمس اللي استهلكته في الأول. وانت كده أصعب حاجة عندك البداية مش الاستمرارية، لأن انت بعد ما تبدأ هيبقى بالنسبة لك الموضوع روتيني، هيبقى عادة شغال عليها على طول. الموضوع بالنسبة لك هيبقى سهل جدا. وأي عادة بتتكون من 3 عناصر: المعرفة، المهارة، الرغبة. وأي عنصر من دول هيبقى ناقص مش هتتغير. زي ما كوفي وضح كده بالظبط، ممكن تبقى عارف ان انت المفروض تسمع للناس، بس انت مش عارف تسمع كويس. مش عارف تسمع كويس عشان خاطر انت شاغل بالك بالرد اللي هترده على اللي قدامك، بتجهز رد في دماغك، فانت مش عارف تسمع المعلومة اللي قالها اللي قدامك مرت عليك مرور الكرام. او ممكن ما يكونش عندك الرغبة ان انت تسمع، انت هنا مش هتعرف تكون عادة السمع. عشان كده مش كل اللي فاهم بيتغير، بس كل اللي اتغيروا كانوا بيطبقوا. الإنسان على مر العصور بيمر ب3 مراحل للنضج. المرحلة الأولى الاعتماد على الغير، المرحلة الثانية الاعتماد على الذات، المرحلة الثالثة الاعتماد المتبادل. وللأسف أغلبنا بيفتكر إن هو لما بيوصل لمرحلة الاعتماد على الذات هو كده وصل لقمة النضج. بس لأ، هو إنجاز بس مش هو القمة. القمة هو الاعتماد المتبادل. وبرضه عشان خاطر يبقى فيه اعتماد متبادل من الأول قوي الاعتماد على الذات. وده اللي بيقدمه كتاب العادات ال7 للناس الأكثر فعالية. كتاب العادات ال7 للناس الأكثر فعالية ده مش مجرد نصايح، دي عادات لو طبقناها بشكل سليم هنحس بتغير رهيب في حياتنا. وهتم في أول 3 عادات فيهم بالانتصار الشخصي، علشان خاطر قبل ما تنجح مع الناس لازم تنجح مع نفسك الأول، عشان يكون عندك حاجة تقدمها للمجتمع أو تقدمها للناس، عشان تعرف تاخد من المجتمع أو الناس تديلك اللي ممكن أنت تستفيد منه. واهتم بالجزء الباقي على حاجة اسمها الانتصار العام، اللي هو إزاي يبقى فيه نجاح متبادل وإزاي يكون فيه تعاون. قمة النضج هو التعاون والاعتماد المتبادل. القوة الحقيقية مش ان انت تنجح لوحدك، القوة الحقيقية ان انت تنجح مع غيرك. كان في فلاح راح في يوم مزرعته لقي ان الفرخة اللي عنده بيضة له بيضة دهب، فراح خد البيضة وتأكد ان هي فعلا دهب وباعها. تاني يوم جه لقيها بيضة دهب برضه، فهو راح استعجل النتيجة وراح شق بطن الفرخة عشان خاطر يطلع كل البيض مرة واحدة، بس للأسف ما لقيش بيض. فكانت النتيجة إيه؟ إن هو خسر المصدر اللي هو بيجيب له البيض الذهب، وخسر النتيجة اللي هو البيض الذهب اللي بيجيبه. إحنا لما اهتمينا بالنتيجة أكتر ما اهتم بالمصدر هنخسر الاتنين. ولازم يكون في توازن. الحياة عبارة عن توازن ما بين النتيجة اللي هي البيضة والقدرة على الاستمرارية اللي هي الأوزة. وكوفي بيقول لنا مثال حصل معاه هو شخصيا. بيقول إن هو كان عنده آلة لجز العشب في جنينة البيت بتاعه، والآلة دي أول ما جابها ما عملهاش أي صيانات وأهملها جدا. مع الوقت قوة الآلة دي بدأت تضعف لحد ما باظت. فلما راح يصلحها للأسف كلفته وقت ومجهود ومال أكتر بكتير قوي من إن هو كان يعمل لها الصيانة بتاعتها في وقت محدد. عشان كده النجاح الحقيقي مش إن أنت تحقق نتيجة، النجاح الحقيقي إن أنت تكرر النتيجة دي. المبدأ ده بيظهر بوضوح في العلاقات زي ما كوفي كده وضح بالظبط.
لو في زوجين بيهتموا بالنتيجة زي الراحة، المكسب، المظهر، من غير ما يهتموا بالعلاقة نفسها، مع الوقت المشاعر دي بتقل والعلاقة بتنهار. علاقة تكسب فيها كل نقاش غالبا علاقة خسرانة. ليه؟ كل واحد بيهتم بقى بمبرراته بأسبابه من غير ما يبقى مهتم بالشخص الآخر حقيقة. يعني كل واحد عايز يبقى فيه انتصار شخص ليه على حساب الشخص التاني، تؤدي إلى ضياع وانهيار العلاقة تماما. ونفس الفكرة في المؤسسات. لو الشركة ضغطت على الموظفين عشان خاطر يحققوا أعلى أرباح، في الأول خالص هيحققوا نتائج عالية جدا، بس بعد كده الأداء هينهار. ليه؟ عشان مش كل مكسب سريع ده يعتبر نجاح حقيقي. النجاح الحقيقي في التوازن. وزي ما الشركة أو المؤسسة تهتم بالعميل، لازم تهتم بالموظف وتراعي الموظف. وما ينفعش أنت لو جاي لك عميل تمام تقول له لا، لو عايز تشتري اشتري، مش عايز تشتري امشي. ما هو هيمشي. نفس الفكرة مع الموظف. ما ينفعش تتعامل معاه ان هو تشتري كل وقته بفلوسك. يعني هو الموظف ده انت ممكن بعقله وبقلبه يديلك انتاج اعلى. ليه؟ لان هو بقلبه ممكن يحب المؤسسة والمكان اللي هو فيه، بالعقل هو مصدر الابداع كله، ممكن يبدع افكار جديدة تحقق نتائج اعلى بكتير. عشان كده لازم نهتم بالأوزة الأول تمام، وبعد كده نهتم بالبيضة اللي هي النتيجة. بص، انت لو عايز تغير حياتك بجد، انت مشكلتك انك انت مش عارف الصح. لا، انت مشكلتك ان انت مش بتكرر الصح. التغيير ده مش تحفيز يومين وخلاص. التغيير مش قرار، تغيير النظام. ابدأ بحاجة بسيطة، عادة واحدة بس. لو حياتك مش عاجباك، عايزك تشوف عاداتك، بص لعاداتك، غير عاداتك، واكتب لي في الكومنتات هتبدأ بإيه. في الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ بشرح أول عادة من العادات السبع، وهي عادة كن مبادر. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، وشير عشان غيرك يستفيد. وشكرا لك من أعماق القلب على وقتك الذي لا يقدر بثمن.